هو امام عاشور جاي مصر اصلا يعمل ايه؟ انا لقيته ترند فقلت اتكلم، بس هتكلم بجد. اركن بقى انتمائك للنادي وتعالى نشوف الموضوع من زاويه تانية، زاويه كبار. هو امام عاشور راجع مصر اصلا يعمل ايه؟ شاب في سنه وفي موهبته وفي الفرصه اللي جات له انه يحترف بره، هل يعقل انه يعمل كده؟ اقول لك بقى على حاجه، يعقل. يا هندسه القصه كلها هنا في الدماغ، في العقليه. ممكن تكون سمعت الكلام ده كتير قبل كده، بس هل فكرت انك تحط نفسك مكانه ولو مره؟ في يوم وليله كده تلاقي نفسك في بلد غريبه، في نادي اول مره تدخله مع لعيبه اجانب بلغه مختلفه، اسلوب لعب مختلف، عقليه مختلفه، مدرب مختلف، وبعد ما كنت نجم في مصر بقيت شخص عادي محدش بيبص لك. يا عم ارجع مصر واخد كام مليون والعب في الاهلي وابقى نجم واخد بطولات واروح كاس العالم وجمهور واهلي والمدام والدنيا حلوه، كلام عظيم. بس في حد هيقول لي يا عم اتحمل وابقى راجل كده وادوس. ما هو محمد صلاح بقى محمد صلاح لما استحمل وقاوم وفي النهايه بقى اسطوره. كلام محترم جدا وصح، بس اسمح لي بقى اقول لك ان كلامك صح بس على محمد صلاح. المشكله مش في انه يستحمل ويبقى راجل، المشكله في انه يستحمل ليه ويبقى راجل ليه، وهي دي الكارثه. محمد صلاح كان مؤمن بانه يقدر فاستحمل لانه شايف، متخيل نفسه وهو خاربها وعالمي على اي حد. لكن امام ولاعيبه تانية برضه، لان امام مش هيشيل الليله لوحده، اللعيبه دي مش مصدقه اصلا، مش متخيل نفسه وهو عالمي، فما عندوش الصوره اللي يتعب ويستحمل ويسترجل علشانها. مش شايف نفسه غير وهو في مصر وتمام على كده. هبقى نجم برضه وهلعب قصاد لعيبه في الدوري المصري او في افريقيا وهعرف اظهر، لكن اروح فين بره يا عم؟ اللعيبه دي اخر دماغها كده، مش فكره قدرات، هم مش مصدقين اصلا انه ينفع. هتقول لي يا عم ازاي لما حتى الاطفال بعد اللي عمله صلاح مؤمنين انه ينفع وانه يقدر يبقى زي صلاح؟ هقول لك صح، بس خد بالك هنا انت بتتكلم عن الاطفال. طبيعي الاطفال تبقى مصدقه ومؤمنه، المشكله مش فيهم وهم اطفال، المشكله بعد الطفل ده ما بيكبر. وهنا بقى التربيه العقليه والنفسيه هي اللي بتفرق. هتقول لي يعني صلاح اهله في نجريج اهتموا بالتربيه العقليه والنفسيه؟ يا عم ده كان في المقاولين. هقول لك ان في عدد قليل بتبقى موهبتهم في عقليتهم زي صلاح، لكن في عدد كبير والاغلبيه مش موهبتهم بتكون في عقليتهم. بس الفرصه هنا بقى انه يقدر يغير في عقليته ويشتغل عليها ويوصل لعقليه زي عقليه محمد صلاح. تخيل بقى عقليه محمد صلاح وموهبه فذه. لكن المشكله ان اللي موهوب فعلا عنده مشكله هنا، وده اللي انا بتكلم عنه، ان العقليه وطريقه التفكير هي اللي بتفرق ما بين محلي وعالمي او ناجح ومش ناجح. ومش مهم عندنا رجوع امام عاشور لمصر كده هو فشل ويتحمل المسؤوليه، ولا يتحمل المسؤوليه اهله ولا المنظومه ولا المدارس ولا التعليم، مش مهم. المهم انك تاخد بالك من عقليتك، راقب قراراتك واختياراتك وشوف انت محتاج تطور من نفسك في ايه وليه. اسمح لنفسك بمساحه للتعلم وذاكر اكتر الشخصيات الناجحه وشوف قراراتهم وتعلم. ده افضل تعليم، والتعليم الوحيد اللي ببلاش. انت متخيل؟ تابع الناس الناجحه في مجالك ضروري جدا، وتابع هنا يعني ركز في طريقه كلامهم، في قراراتهم، في طريقه تفكيرهم. مش تابعهم يعني روح اتفرج على صورهم، معلش اصل انا عارفك. كل اللي اقصده انك محتاج تشوف اللي سبقوك مروا بايه وتصرفوا ازاي. فتابعهم وتابعني، ولايك وشير وكومنت وسبسكرايب. عايزين حاجه؟ سلام.